لو سبت طبقة البلاك اللي هي الطبقة الخفيفة الرفيعة اللي موجودة على سطح الأسنان من يومين ل3 أيام، الطبقة دي هتنشف وتجف وتبقى سميكة وتتحول لجير الأسنان. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم عن جير الأسنان. في الفيديو ده هنتكلم عن 4 حاجات. رقم 1 ايه هو البلاك وازاي بيتكون وازاي نقدر نشيله. ورقم 2 ايه هو الجير وازاي بيتكون وازاي نقدر نشيله. رقم 3 ايه هي أضرار جير الأسنان. رقم 4 ازاي تقدر تمنع وتتحكم في نمو جير الأسنان. وده فيديو من سلسلة شخص نفسك بنفسك. رقم 1 البلاك ده بيتكون ازاي. طبقة البلاك بتكون طبقة خفيفة ورفيعة وبتكون موجودة على سطح الأسنان. الطبقة دي ما بيكونش ليها لون لكن بيكون ملمسها ناعم، يعني انت لو حطيت ايدك دلوقتي على أسنانك ممكن تلاقي طبقة البلاك دي متكونة. طب سؤال، البلاك ده بقى بيتكون ازاي؟ لما بتيجي تاكل بيكون فيه بكتيريا في البق، والبكتيريا دي موجودة في أي بني آدم طبيعي وده شيء طبيعي جدا. البكتيريا دي بتبدأ تتغذى على بواقي الأكل وبتبدأ تفرز أحماض، الأحماض دي بتبدأ تكسر النشويات، ومع بعضهم كده كلهم بيبدأوا يعملوا طبقة خفيفة على سطح الأسنان، والطبقة دي بيكون اسمها البلاك. العملية دي بيكون عملية سريعة جدا وكمان بتتكون ممكن من خلال 12 ساعة لحد 24 ساعة، يعني انت على طول اكلت خلال 12 ساعة بيتكون على طول طبقة البلاك، او ممكن بالكتير قوي 24 ساعة. عشان كده دايما بننصح غسيل الاسنان كل 12 ساعة او مرتين يوميا. تمام، كويس جدا. طب ازاي بقى نقدر نشيل طبقة البلاك دي؟ اول حاجة عملية طبقة البلاك دي تقدر تعالجها وتشيلها في البيت. ازاي؟ نتيجة غسيلك الاسنان كل 12 ساعة اللي هو مرتين يوميا، كل مرة مش اقل من دقيقتين، مرة الصبح ومرة بالليل بمعجون سنان فيه فلورايد، وبس كده. وطبعا لو عايز تعرف ايه انسب معجون اسنان ليك هسيب لك فيديو تحت في الديسكريبشن يعرفك ازاي تختار معجون اسنان يكون افضل ليك ومناسب ليك انت شخصيا. رقم 2 من الفيديو هنتكلم ايه هو بقى جير الاسنان. اول حاجه انت بقى طنشت كلامي وما غسلتش سنانك مرتين يوميا كل مره مش اقل من دقيقتين، وسبت طبقه البلاك على اسنانك لمده يومين ل3 ايام. الطبقه الخفيفه دي هتبدا تنشف وتجف وتكون جير الاسنان. وجير الاسنان بيكون لونه لا اما ابيض مصفر لا اما اصفر، وطبعا بيبدا لونه يتغير على حسب الاكل اللي انت بتاكله، زي مثلا الاكل اللي بيخلي الجير لونه غامق زي مثلا القهوه والشاي وشربك للسجاير واستهلاكك للحاجات دي كلها بيخلي الجير الاسنان اللي موجود على سطح الاسنان لونه غامق. طب هو بقى ازاي نقدر نشيله؟ العمليه دي بالذات او جير الاسنان ما نعرفش نشيله في البيت، لازم نروح لدكتور الاسنان عشان يبدا يشيل لنا جير الاسنان. الدكتور لما بنروح له بيبدا يعالج جير الاسنان ويشيل الطبقه الخارجيه اللي موجوده على سطح الاسنان عن طريق استخدام جهاز اسمه الالتراسونيك سكيلر. والجهاز ده من مميزاته ان هو بيبدا يشيل جير الاسنان ونفس الوقت بينظف الاسنان. طبعا من الشائعات الموجوده ان في ناس بتقول لك ان الجير لو شلته، الجير ده هو اللي بيفيد سنانك، والجير ده لو شلته هو اللي هيضاعف لك سنانك وهو اللي هيبوظ لك سنانك، وان انت تسيبه ده افضل كتير. المعلومه دي غلط وهقول لكم غلط ليه، وده النقطه الثالثه ان هو ايه هي اضرار جير الاسنان. رقم 1 واللي دي معروفه ودي اللي الناس كلها بتشتكي منها وبتلاحظها اثناء وجود جير الاسنان، وهي رائحه الفم الكريهه. ورقم 2 اللي ناتج بعد رائحة الفم الكريهة بيكون في تسوسات على سطح الأسنان وفي جنب الأسنان، والتسوسات بتكون مش لذيذة، والتسوسات دي برضو بينتج عنها رائحة فم كريهة. والنقطة الثالثة بعد التسوسات بيكون عندك التهاب لثة ونزيف لثة. النقطة الرابعة بعد وقت كل ده طبعا عندك رائحة كام فم كريهة وعندك تسوسات وعندك التهابات لثة ونزيف لثة، بيكون طبعا عندك ايه؟ بيتكون خراج. رقم 5 في المرحلة بقى اللي هي المتأخرة جدا اللي طالما انت سبت الجير، يعني مثلا زي وجود الحالة دي، ممكن طبعا اكيد مش ممكن ان هو هيسبب لك اللي انت تخسر سنانك بسهولة جدا. رقم 4 بقى ازاي تقدر تمنع وتتحكم في تكوين جير الاسنان. رقم 1 واللي هي الاساسية ان انت تغسل سنانك مرتين يوميا، كل مرة مش اقل من دقيقتين، مرة الصبح ومرة بالليل. والمرة بتاعت بالليل دي بتكون اهم كتير لان البكتيريا بتكون اقوى من مناعة جسم الانسان. ورقم 2 بتستخدم فرشة سنان ناعمة وبتغسل سنانك بالطريقة الصحيحة، وفي نفس الوقت بتستخدم معجون اسنان بيكون فيه فلورايد اللي هو بيكون معجون الاسنان ضد تسوس الاسنان. لكن طبعا لو كنت عملت تنظيف جير مؤخرا او عملت تنظيف وتلميع لاسنانك بنستخدم معجون اسنان سنسوداين للاسنان الحساسة. والنقطة الثالثة ان انت تستخدم الخيط الطبي او الدنتال فلوس بعد كل وجبة مباشرة. رقم 4 تستخدم مضمضة ما فيهاش كحول،
والمضمضه دي هتفيدك ان هي بتوصل للاماكن اللي ما بيوصلش بيها ليه ولا الخيط الطبي ولا حتى معجون الاسنان ولا فرشه الاسنان. والنقطه الخامسه ان انت لازم تاكل اكل صحي وتقلل سكريات ونشويات على قد ما تقدر. ولو نفسك في سكريات ونفسك انت عادي ما عندكش مشكله ومش خايف على صحتك قوي، حاول على قد ما تقدر تجمع السكريات اللي انت بتاكلها في مره واحده على مدار اليوم، وتمضمض بقك بعديها، وبعد كده تغسل سنانك بعديها بنص ساعه على الاقل. والنقطه رقم 6، حاول تشرب ميه بكميات كتيره، لان الميه غير ان هي مفيده لصحه اسنانك مفيده لجسمك بشكل عام. رقم 7، الناس اللي عندها عادات مش كويسه على مدار اليوم زي التدخين وشرب القهوه بكميات كبيره وشرب الشاي بكميات كبيره، نحاول على قد ما نقدر عشان نمنع التصبغات والاضرار بتاعه السنان ان احنا نقلل الحاجات دي شويه. يعني التدخين نحاول نمنعه خالص، لكن القهوه والشاي نحاول نستخدمهم في المعقول، خير الامور الوسط يعني. ورقم 8، حاول تروح لدكتور الاسنان مره كل 6 شهور عشان تبدا تكشف على نفسك وتطمن على نفسك، وتحاول لو في اي مرض في البدايه تبدا تعالجه وتتخلص منه على طول من قبل ما يوصل لمرحله متاخره. بس كده وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، واتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. وما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله تكونوا استفدتوا وربنا يبعد عننا وعنكم المرض، والسلام عليكم.